كده بتوضيح ليه سعرين موجودين. والله قيمة الدولارات او الاحتياطي النقدي اللي كان موجود لدى البنك المركزي اللي هو يسموه الفتوة كان في الزمن الماضي 2009 و2010 و8 و7 لما كان بعد تجار الصرافة يجي يزود السعر شوية يقوم طارح في السوق مثلا 200 300 مليون دولار زيادة او يسحبهم من السوق يقدروا هم يشتروهم. يقوم في واحد فتوة كده زي فريد شوقي اللي هو البنك المركزي يقوم واخد كده مليار دولار رميهم في السوق يقوم السعر يهبط تاني. حيث ان احنا ما عندناش فريد شوقي عندنا واصبحنا الوقت عبارس عصر، فبالتالي ما يقدرش الراجل بتاع الفتوة اللي كان بيطلع فلوس ويرميها في السوق يجيبها، ده هو راجل على الله، ده هو عاوز واحد يديله قرشين في يعني في جيبه وهو ماشي. فده اللي خلى التجار بتوع الصرافه يزودوا الاسعار بتاعتهم ويقدر يتحكم في السوق. طب السؤال، انا ليا سعرين، تاثير ده على الاقتصاد ايه؟ اولا السعر الرسمي اقل من السعر السوق الحره او اللي هو السوق الحقيقي او ما يسمى بالسوق السوداء من 28 ل 30%. لو كان الدولار كان بكذا النهارده وصل لكذا يبقى 30% موجودين. يعني ده الواقع، لان هو دي كميه الدولارات اللي بتشتريها. الورقه اللي موجوده في البنك والشاشه اللي تخش كل يوم كاتب عليها 6 جنيه و70 قرش، تيجي تخش تقول له طب عاوز افتح اعتماد 100,000 دولار او عاوز 100 دولار حتى، يقول لك والله لسه خالص عدى علينا بكره. طب الراجل اللي جاي يفتح اعتماد زي ما الاستاذه بتقول عاوز مواد خام او عاوز يستورد حتى اكل قطط وكلاب اي حاجه، فيقول له طب اطلع هاتهولي من بره، فانت تجيبه من بره وتبيعه لقلب البنك وخدمه من مدير البنك، لان البنك انت لما تبيع له ممكن صلاح يبيع للبنك يقوم البنك يفتح اعتماد للاستاذ عماد وما يفتحش لصلاح، صح؟ ما يقدرش يقول له حاجه، فخدمه كمان من بتوع البنك لان صلاح بيتردد على البنك كتير وله مصالح مع البنك، يقوم البنك الدولارات اللي ياخدها يخليها لصلاح. فده اصبح ادي وجود السعرين اللي موجودين. البنك المركزي مش قادر يتدخل لقله النقد اللي عنده او لهاجس عنده، هي دي اهم، انه يحافظ على القرشين اللي موجودين عنده. طيب القصه دي كانت السبب بتاعها ايه؟ ان انت بتستورد حضرتك ب 60 مليار دولار، لما يزيدوا 30%